مفاجأة كبيرة في قضية فاطمة المؤمن فاشونيستا الكويت غيرت موازين القضية. لو عايز تعرف التفاصيل تابع معايا. خلال الأيام اللي فاتت ناس كتيرة بتسأل عن واقعة فاطمة المؤمن اللي حصلت في دولة الكويت وتسببت في وفاة 3 شباب وواحد رابع بين الحياة والموت. الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن كانت بتقود السيارة بتاعتها وخبطت سيارة الضحايا وتم إلقاء القبض عليها من قبل الداخلية الكويتية، وتم حبسها 10 أيام على ذمة التحقيقات ووجهوا لها 10 تهم. امبارح تم رفض الإفراج الشرطي عن فاطمة المؤمن وتجدد حبسها لحين نظر محاكمتها. مريم المؤمن شقيقة فاطمة خرجت على مواقع التواصل الاجتماعي وفندت الاتهامات الموجهة لأختها، وقالت إن شقيقتها بتثق في القضاء الكويتي جدا وواثقة من براءتها. مريم المؤمن وجهت العزاء لأسر الضحايا وتمنت ليهم الرحمة، وقالت إن هم في مكان أفضل من المكان اللي موجودين فيه دلوقتي.